بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم الرسل أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا بقالنا يومين خلينا في الحادث العنف الأسري اللي مستمر بتاع اسكندرية. أمين الشرطة اللي قتل زوجته وحماته وحماه وثلاثة من أبنائه والرابع ربنا نجاه. وطبعا زي ما احنا عارفين المجرم دايما بيحوم حوالين مكان جريمته، فهتلاقي عصابة إفساد المجتمع من كافة سلطات الدولة والمحرضة على العنف الأسري، من سلطة تشريعية القضائية التنفيذية. محدش فيهم عنده الشجاعة الأدبية إنه يطلع يقول كفاية كده ونخرج من اتفاقية السداو الملعونة، نوقف العمل بقانون الأحوال الشخصية المخالف للشريعة الإسلامية اللي أفسد المجتمع وحول البيوت لساحة دماء، ونعمل قانون من صحيح الشريعة الإسلامية كتاب والسنة. لا زال التطبيل شغال، القصاص. طب ماشي، وبعد القصاص هي دي أول حادثة ولا آخر حادثة؟ إيه الدافع اللي خلى أمين الشرطة يرتكب مثل هذا القتل إحنا ما بنأيدش القتل. قتل النفس ده ربنا حرمه، فاحنا مستحيل حاشا لله ان احنا نبيح اي شيء ربنا حرمه. ولكن ايه اللي وصله انه يقوم بالقتل البشع لهذا الكم؟ اللي وصله الحزام الناسف اللي حطته سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومدعي المشيخة في كل بيت. حط في رقبة الرجل وادوا المرأة ريموت بزر، في أي وقت دوسي على الزر فجريه، يخسر بيته، يخسر أولاده، يخسر دخله، يخسر حريته، يبقى مواطن عدم في الدولة، موقوفة خدماته وكل حاجة، ومطارد وملاحق. النهاردة تاجر المخدرات أو القواد أو تاجر السلاح أو ممن هم يرتكبوا أبشع الجرائم في حق المجتمع يدخل على أي لجنة أو كمين مروري: باشا اتفضل. المطلق لا، بل في حادثة كلنا عارفينها وسمعنا عنها، كانت اعتقد في عيد الفطر المبارك الماضي. الراجل اللي راجع بزوجته واولاده من الساحل الشمالي بيفسحهم، والكمين وقفه قال له اتفضل يا فندم انت عليك حكم تبديد ايمن. اما سأل الضابط قال له تبديد ايمن مين؟ انا مش متجوز غير الست دي واحنا راجعين اهو انا وهي واولادي. قالت له لا، ما انا عملت لك قضيه تبديد ايمن. ما ربنا ما جعلش القوامه للرجل من فراغ، لا، لحكمه عنده. فالنهارده الحزام الناسف اللي سلطات الدوله علقته في رقبه الرجل وسلمت الريموت اللي فيه زر التفجير في يد المراه، هو اللي مخلينا في العنف الأسري اللي احنا فيه دلوقتي. وأي حد يقول غير كده
معلش انا اسف، انتوا بتعملوا زي النعامه بتدسسوا راسكم في الرمل. الراجل ده كونه عمل اللي عمله تحت ضغط تهديد من حماه وحماته ومراته واخوها. انا ما حضرتش حاجه من ده كله، ولكن خلونا نجيب اكبر اطباء نفسيين ونشوف ايه اللي يوصل واحد انه يقتل 7 ب3 خزن، ما يفكرش في لحظه انه يقف، غير ان الدنيا اسودت في وشه. هناخد منك الشقه، هناخد منك عيالك، هناخد عليك احكام بنفقات لا طاقه لدخلك ان هو يقدر يسددها، وهنحبسك وتطلع تيجي تطلع تلاقي في قضايا تانية مستنياك، لان هيدفع نفقه ازاي وهو محبوس؟ وهنعمل وهنسوي. ده جانب. الجانب التاني الراجل ده امين شرطه، يعني طول النهار في القسم شايف ده طالع ده داخل على كافه المستويات. رجال بتلاحق قضائيا كل جريمتهم انه اتجوز وخلف، فعنده خلفيه سودة. فاما لقى نفسه معرض ان هو يمر بكل القرف ده، يا روح ما بعدك روح. والشيطان زي ما بنقول شاطر. لا حول ولا قوة الا بالله. طوق النجاة للمجتمع المصري العودة 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 الى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من غير كده هنفضل في الهرج والمرج وكثرة القتل، سواء من رجل او من مرأة او من اهل الزوج او من اهل الزوجة. كفاية كفاية افساد للمجتمع، اتقوا الله. فتحي سرور من يومين اترمى في المستشفى اهو، كلنا بنحاسبن فيه، ومفيش واحد فيكم الا لما هنحاسبن فيه. مش شماتة، ولكن الفساد اللي افساده في المجتمع لا نملك غير نقول احنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.